الشعب ممكن يساعد الحكومه في الازمه الاقتصاديه؟ الشعب نايم خالص يا باشا، مش هينفع يساعد الحكومه في اي حاجه. احنا اللي هنساعد الحكومه؟ طب ما الحكومه خدت كل حاجه، عايزه ايه مننا تاني؟ الازمه الاقتصاديه دي مين اللي عاملها اساسا عشان الشعب بيساعد فيها الحكومه؟ تشتغل، ما فيش غير الانتاج. اولا ان الحكومه تساعد الشعب الاول، يغير الوزراء، تشكيل وزراء جديده. والله انا شايف ان الازمه الاقتصاديه المفروض الحكومه هي اللي تساعد الشعب، مش الشعب اللي يساعد الحكومه. تنفيذ وتطبيق التعليمات الاداريه بس. الواحد يتقي الله في شغله ويعمل يراعي ضميره في شغله. الاقتصاديه عايزه اداره وعايزه قوانين وعايزه لوائح، والبلد ما فيش قوانين ولا فيها لوائح بس بامانه. فلازم الاول الحكومه تعرفنا الفلوس دي بتروح فين، واحنا بعد كده نشوف احنا هنساعده ازاي. انا شخصيا كواحد من الشعب انا مش هساعد الحكومه في اي ازمه اقتصاديه، لان هم اللي بيجيبوا لنفسهم، هم اللي بيصرفوا فلوسهم في مصاريف ملهاش اي لازمه، هم اللي بيدخلوا نفسهم في حوارات ومتاهات ومشاريع قوميه وهميه ومشاريع فنكوش. وانا بطالب ان احنا نغير الشعب ده، يا نقتله يا نعزله. اللهم موت الشعوب كلها في يوم واحد عشان الرؤساء يصحوا الصبح ما لوش حد يحكموه بقى.